السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. غنشارك معكم كيفاش غادي نحضر الطبق ديال المقيلة. هاد المقيلة كتكون بالمطيشة والبيض والكروفيت والفرماج اللي كيبقى اختياري، اللي بغى يديرو اللي ما بغاش ما يديروش. هاد المقيلة كيعرفوها الناس ديال كازا، كتكون في كازا في المرسى كيديروها هي مطيشه والكروفيت والبيض، وكتماشى معها اتاي، كيديروا معها اتاي. الناس ديال كازا كيعرفوها وزوينه بزاف. غنشاركها معكم دابا. غنبداو على بركه الله. بسم الله. عندي هنايا المطيشه، عندي هنايا الكروفيت، وعندي البيض والثومه والقزبر ومعدنوس، وهنايا العطريه مخلطه، الكمون، الفلفله حمراء، الملحه، البزار، سكينجبير. دابا غنبدا. عندي هاد المقيله هادي ديال الطين، هي اللي غادي دير فيها. هادي على حسب هكا دايره، راه دهنتها بالزيت ودرتها في الفران باش ما تهرس ليا، واخا نديرها فوق البوطه ما تشقش. واحده الصديقه ديالي قالت لي خصك دهنها بالزيت وديرها في الفران، هذاك الشيء علاش عطات هاد اللون هذا. المهم غادي ندير الزيت. غادي ندير هذيك الثومه، غادي ندير هاد الثومه والزيت يتشحروا شويه، ونزيد عليهم الكراوفيت. دابا غنزيد هاد الكروفيت يتشحر مع هاد الزيت والثومه. علاش درت الكروفيت في الاول؟ باش هذاك الزيت يطلق، الكروفيت يطلق في هذاك الزيت اللي غادي يكون في لاصوص. المقله ديال الطين كتطيب على خاطرها، ما كتكونش مجهده. واخا تكون البوطه مجهده، هي ما كتعطيش واحد، ما كتحرقش الماكله فيها. دابا غادي نزيد هذوك التوابل، هذيك العطريه اللي عندي غنديرها كلها. وغنزيد الربيع، وغنزيد دابا مطيشه. دابا ما غندير لها لا ماء لا حتى شي حاجه، غير هذيك مطيشه غتطلق هذاك الماء ديالها. غنخلطها مزيان ونغطيها ونخليها طيب على عافيه مهيله حتى طيب المطيشه. عاد نعاود نزيد لها البيض. هاد المقيله كتجي بنينه بزاف، راه اللي ذاقها، اللي مشى لكازا وما دازش المرسى ياكل لا مقيله، راه ما كلا والو.
دابا غنخليها حتى تغلى، عاد ندير لها، نقص لها على البوطه. دابا من غلا غادي نحاول نديرو في، نقص عليه باش يطيب على خاطرو هذيك المطيشه ويتقلى على خاطرو، وعاد ندير له البيض حتى طيب المطيشه. غنحاول نديرو في هذا الراس هذا عندي ناقص، نديرو في هذه البلاصه هذه. دابا غادي نصايب الفريت باش نرافق هذا المقيله. الفريت هو هذا، من يتقلى يبدا يطيب الفريت ما كنحبش من التحراك باش كيجيب داك التقرميشه. دابا من بعد ما تقلى الفريت نحاول نديرو في هذا كاغيط. دابا هاد الزيت نرجعو يسخن، ضروري الفريت خاصو يكون الزيت سخونه بزاف، وغادي نحاول نشفو من الزيت هاد الفريت هذا على هذا الشكل هذا. بقاش هذاك الزيت ملي كيبقى فيه هو اللي كيخلي الفريت دغيا يرطب، ما كيبقاش داك الفريت مقرمش، واخا كيبرد هكا الا نشفتو واخا يبرد كيبقى الفريت مقرمش، ولكن الا بقى فيه الزيت وبرد هذاك الفريت كيرطب كيولي خايب. دابا هانت كيبقى الفريت بحال هكا، حبات الفريت كتبقى واقفه. نحاول نخليه هنايا بحال هكا، بحال هذه قليتها قبيله، هذه هي الاولى هي باقا واقفه، ماشي ملي كيكون فيها داك الزيت دغيا كطيح. دابا من طابت المقيله ديالي غادي نزيد عليها البيض. زدت عليها البيض غنحاول نزيد عليها هذا الفرماج هذا بحال الشكل ديال الفرماج ساندويتش، اللي عنده الفرماج ديال ساندويتش يديروا، ولكن انا هذا مصايبه هي في الدار، جي على هذا الشكل هذا كنصايبو غير في الدار بالحليب ديال البقر، كيجي حتى هو زوين، كيجي بحال هكا. كيتصايب بالنشا وكيري والحليب ديال البقر ماشي ديال الشكاره.
دابا غنخليوه غنخليه يطيب على العافيه مهيله. غنحيدو من هذا الراس هذا، نرجعو للراس اللي هو قليل عندي، نكمل الطياب ديالو البيض وصافي. وها المقيله وجدت. دابا غنرجع للفريت ديالي، نرجع المقله ديال الفريت تسخن. بالنسبه لهذا الفرماج كيجي على شكل الفرماج ديال الساندويتش، كيجي بحال هكا. الواحد ديالها بغى يعمر به الساندويتش ولا شي حاجه كيجي هكا كيجي. المهم مصايب في الدار كما كان بحال راه مصايب في الدار. دابا ها المقيله طابت، هذه هي المقيله بالكروفيت ومطيشه والبيض. دابا غنجبد الزيتون اللي كنت شاركته معكم شحال هادي، ها هو خوات سطيله خوات. هاد الزيتون محمض كيبقى حتى العام عامين هكا، ما كيخسر، ما كيوقع له حتى شي حاجه. غير الحامض والعصير ديال الحامض كنشرطو، راه فايته مشاركه دايرها في القناه. كنشرطو نديرلو العصير ديال الحامض بوحدو، ما فيه لا مالح حتى شي حاجه، والملحه الحيه. كيبقى هكا زوين، كيجي مع الدجاج، كيجي مع هادشي ديال القلي، كيجي زوين. بالنسبه للفريت كيبقى هكا، كيبقى مقرمش وزوين بحال هكا. ملي كان نحيد منه داك الزيت، كنشفو مع داك الزيت اللي قليتو فيه، كيجي زوين بحال هكا. هذا هو الطبق ديالي اللي شاركته معكم. السلام عليكم، تبارك الله عليكم.